الشغف 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 ايه يا عم، احنا ما وراناش غير كلمة الشغف دي. الشغف مش هينزل عليك من السما بكود تفعيل وانت نايم مستنيه. انت مش بتلعب جي تي ايه. مفيش حاجة اسمها مستني الشغف عشان ابدأ. عايز افاجئك يا صديقي ان كلمة الشغف دي اكبر كذبة تسويقية اتعملت في القرن ال21. قعدوا يقولوا لك اتبع شغفك، فبقيت كل ما بتزهق من شغلانة تسيبها وتقول ما لقيتش شغفي، دي مش شغفي اصلا. من الاخر كلمة الشغف دلوقتي بقت شماعة. وانا عايز افاجئك ان الشغف مش هو المحرك الاساسي. الشغف هو بيجي بعد الشغل مش قبل الشغل. الالتزام والانضباط هو اللي بيخلق الشغف. اشتغل وانت قرفان، ذاكر وانت مالكش نفس. النتيجة والانجاز هما اللي هيحفزوا اللي انت تبدأ واللي انت تشتغل، وهم دول اللي هيفرزوا الدوبامين الصح اللي هيخليك تكمل. المحترفين بيشتغلوا بجدول اعمال، والهواة بيشتغلوا بالمود. لما المود يبقى تمام، الشغف يبقى تمام، نبقى نشتغل. لازم يا باشا تبقى ماشي على خط واضح وصريح وخطة مدروسة، تبقى عارف انت رايح على فين، وما تسيبش الشغف يحركك. لان مفيش حاجة اسمها اللي شغفي هو اللي بيحركني، ده اسمه تحفيز، وتحفيز رخيص جدا. ادفن كلمة الشغف، انزل دغدغ الدنيا التزام وانضباط وانتاجية، وبخطة مدروسة وواضحة وهدف انت عايز توصل له. وانا بجهز فيديو تاني عن الشغف يكون بشكل اكبر من كده، لان الموضوع كبير جدا قوي يا جماعة. انتوا مش عارفين هو كبير قد ايه. فلو متحمسين للفيديو ده اكتب لي تحت في الكومنتات، فعشان برضه اسرع العملية وانزل لكم الفيديو بدري. اشوفك على خير الفيديو اللي جاي.